شريط الأبراج السياحية من المناطق المميزة جدا في العاصمة الإدارية الجديدة. المنطقة دي لها مميزات كتيرة جدا، من ضمنها إن لما تيجي تبص على الماب للمرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة للعاصمة الإدارية الجديدة، تلاقي شريط الأبراج السياحية بمنطقة الداون تاون كتصميم عمراني وكموقع استراتيجي وكموقع جغرافي، وأيضا كاستثمار وعائد على الاستثمار للمستقبل والمناطق المحيطة حواليها. تلاقي إن الاستثمار في المنطقة دي من أهم الاستثمارات الموجودة بوجه عام في مصر بشكل عام، لان كونسبت الابراج السياحيه من المناطق المميزه جدا. بصراحه في كم مشروع عاملين عروض مميزه جدا، والمشاريع دي مشاريع محترمه واقساط بتصل لغايه 10 سنين بمقدمات 10%. في الفيديو ده عايز اتكلم عليهم مع حضراتكم. المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت، وفي الفيديو ده عايز اقول لحضراتكم استثمار جيد جدا واقساط طويله المدى في منطقه مميزه جدا. اولا، شريط الابراج السياحيه هو عبارة عن 20 أو 22 تاور موجودين على النهر الأخضر مباشرة، والاستثمار فيهم مميز ليه؟ أولاً الكونسبت الأول مرة يتعمل في مصر، ثانياً مترتبين وواخدين ديزاين محترم جدا هيخلي أي حد يزور العاصمة يحب يدخل يزور التاورات دي، بالإضافة إلى إن هم من مناطق مش هتتكرر تاني حتى في المرحلة الثانية والثالثة. أنا بتكلم على منطقة الداون تاون بوجه عام. بصراحة في شركات هناك ليها سابقة أعمال وليها هيستوري محترم جدا، وتقدر تدخل تشوف دلوقتي سابقة أعمالهم وصلت لغاية فين. سواء الشركة الكويتية اللي ليها سابقة أعمال في التورات في الكويت، أو سواء شركة دبي اللي هي ليها سابقة أعمال برضو في العاصمة الإدارية الجديدة في مول اسمه كابيتال دبي اللي موجود في منطقة الآر 7. الشركتين دول يا حضرات طرحين وحدات تجاريه واداريه الاقساط بتاعتهم بتصل لغايه 10 سنين بمقدمات 10%، وعندهم خصومات من 5% لغايه 10% كمان. يعني تقدر تاخد مكتب اداري ب 4 مليون 600، تدفع 10% مقدم وتقسط الباقي على 10 سنين، الاستلام كمان 4 سنين. والميزه في الموضوع ده حضرات طبقا لاخر دراسات ان الوحدات الاداريه هتتاجر ب 1500 جنيه في المتر. يعني تقريبا الوحده اللي بقول لحضرتك عليها ب 4600 تقدر تستلمها وانت دافع 50 60% من ثمنها، وتأجرها ب 80000 جنيه في الشهر، فالإيجار هيغطي لك الأقساط. كمان في محلات تجارية تقدر تاخدها بتبتدي من أول مقدمات 800000 وأقساط لغاية 10 سنين، وهتكون دافع لغاية الاستلام 50 أو 60% من ثمن الوحدة، والإيجار هيكون من 120 ل 130 ألف جنيه في الشهر، فهيغطي لك الأقساط. يعني المحل أبو 8 مليون بقى ب 4 مليون أو ب 5 مليون جنيه لغاية الاستلام، وبعد كده مش هتدفع حاجة بل هتاخد كمان. والمكتب أبو 4 600 أو ب 5 مليون هتدفع لغاية 2.5 أو 3 مليون جنيه، والأقساط هتغطي لك أو الإيجار هيغطي لك الأقساط. لو عايز تفاصيل اكتر عن العروض اللي موجوده واقساط لغايه 10 سنين، وعلى فكره في مطور تاني بيقسط لغايه 15 سنه، بس انا مش هقوله في الفيديو ده وهقوله لحضراتكم لما تكلموني على الارقام اللي ظاهره قصاد حضراتكم. شكرا.